90% من عندكم كان ما يعرف انه الاصابه تجي بسبب هاي التمارين. وعلى فكره انا واحد من الناس هوايه انصابت بالاكتاف الاماميه لحد ما قريت وفهمت وسالت وعرفت انه ذن التمارين يسببن تمزقات بالمستقبل، اللي هي اغلب التمارين مع الصدر اللي اصعد ايدي بيها. احنا نصعدها حتى ناخذ قوه الاكتاف ونشيل اوزان كلش هوايه ونعتبر انه احنا ابطال، بس هذا الشيء خطا. لازم اركز اكثر، انزل ايدي واستهدف منطقه الصدر حتى الكتف مالتنا ما يصير بيه تمزقات بالمستقبل. راح اعطيك مثال، احنا ابالنا هيك ونشيل اوزان كلش هوايه، احنا ابطال وراح نطلع عضله الصدر، بس هو غلط. المفروض نزول كامل وايدنا هيك حتى نستهدف بس عضله الصدر، ومجرد الاكتاف راح يكون بديناميكيه فقط. اذا كان عباره عن تشيست او اذا كان عباره عن فلاي فتح، شو راح يصير عندنا؟ احنا نفس الحاله، راح نشيل اوزان كلش هوايه، راح نصعد كتفنا بحجه انه احنا ابطال وشايلين اوزان هوايه، وهذا الشيء غلط. مستقبلا يسبب عندنا ضعف بالاكتاف الاماميه واصابه خبيثه. المفروض علينا ننزل ايدنا ونسويها بهذا الشكل. انقباض وانبساط هو اللي راح يعطيني التمرين الحقيقي وقوه العضله ورسمه العضله. هسه بعد ما عرفتوا انه اي حركه تصعد كتفي ما تفيدني، لازم اخذ ديناميكيه كامله حتى استهدف الصدر بصوره صحيحه وابتعد عن اصابه الاكتاف. ودائما انا اقول لكم صحصحوا وياي وافيدك.